صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح النشاط والحيوية، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد وروتين جديد، والنهاردة بقى زي ما انتم شايفين عندنا كده روتين قوي ومحترم. هنغسل الستاير وشوية غسيل كده على السريع. الفيديو النهاردة مشجع ومحفز. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفادي مني، واقول لكم كده على جدول كده للترويق حلو، جدول كده ليومك تمشي بيه. بالنسبة للبيت يعني هتستفادي منه كتير. جدول لترويق البيت. تمام. حطي بس لايك للفيديو، ولو انت اول مرة تشوفيني اتمنى انك تشتركي في القناة، واهم حاجة انك تفعل الجرس عشان يوصلك اشعار من قناتي كل ما انزل فيديو جديد. ولو انت متابعاني مشرفوني ومنوروني، وربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، احلى عيلة في الدنيا. وشكرا لتعليقاتكم الجميلة ولاقتراحاتكم عليا في الفيديو اللي فات على موضوع السرير. ان شاء الله فعلا هعمل زي ما قلته، هشيل السرير الاسود وهحط مكانه، ان شاء الله هجيب سرير بدورين واحطه مكانه، وهمسكه هو واحطه في الناحية التانية. هي ملهاش حل غير كده خلاص. هو ده الحل، وهو ده اللي يعني هو ده اللي هينفع يعني. فبصراحة شاركتوني رأيكم وقريت التعليقات كلها، وبشكركم بجد على تعليقاتكم، وبشكركم على اهتمامكم. يعني كفاية بس، يعني حتى اللي بيخش يحط لي لايك وما يكتبش تعليق، دي عندي بالدنيا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي، احلى عيلة في الدنيا. بصوا بقى، زي ما انتوا شايفين كده انا بقى مسكت بقى الستاير وشغلت الغسالة، ولميت كده الستاير كلها وهغسلها غسلة محترمة. تمام. وطبعا الستاير ما بتتعصبش في الغسالة، فطبعا انا بشطف وبعصر على ايدي زي ما انتوا شايفين. بفضل اشيل وافضي واحط وافضي واشيل واحط كده يعني لحد ما ايه، ما المية دي تبقى صافية خالص، وبعد كده بسيبهم يتصفوا شوية، وبعد كده هنشرهم مع بعض. تمام. وعلى فكرة كمان غسلت الكبرتاية، لسه حطاها في الغسالة. وكل ده برضو هشطفه على ايدي، بيبقى علقة محترمة. بس بصوا يعني ايه، خلصت وانجزت حاجة. دي برضو حاجة من ضمن تنظيفات الشتاء يا جماعة. اهي بصوا الكبرتاية اهي بتطلع. بصوا بقى، تعالوا اقول لكم كده على شوية نصايح بالنسبة لترويق البيت، لو انت بقى ايه مش عايزة تتعبي التعب الجامد. بصي، اول حاجة كده هقولك على التنظيف اليومي. طب ايه يا هند التنظيف اليومي؟ هيكون عندك اوضه اوضه. بصي، حاولي تخلي كده لكل اوضه ربع ساعه. وفقي كده وقتك وظبطي وقتك على انك تخلي لكل اوضه ربع ساعه فقط. طب ازاي؟ ان شاء الله كده لو مشيتي على الجدول ده هيكون بيتك على طول نظيف، فمش هياخد معاكي وقت في التنظيف خالص. تمام. تعالوا كده مثلا نبتدي باوضه النوم. رتبي السرير، لمي الكراكيب، لمي الهدوم، طبقي اذا كان لحاف بطانيه كبرتايه. روقي كده السرير، ظبطيه، وخلي الدنيا ما فيهاش كراكيب. لمي الهدوم، لمعي الخشب، لمعي الزجاج، الازاز بتاع المراية، اذا كان في ازاز برضو في اي حتة في اوضه النوم. نضفي التسريحة، اكنسي الارض، امسحي بقى ايه. وبعد كده امسحي بمعطر او ديتول او كلوروكس. اللي هو كلوروكس الالوان تحفة وريحته جميلة جميلة جميلة، الكيس منه ب2 جنيه، بريحة الورد تحفة تحفة تحفة. منها مسحتي ونضفتي، ومنها عطرلك الأوضة. يا سلام يا سلام، على فكرة أنا مجرباه وتحفة. غيري بقى الكيس اللي في الباسكت، لو عندك باسكت حطاه في اوضه النوم في كل اوضه كده، غيري الكيس بتاع الباسكت. ما هو لازم كل اوضه فيها يكون في باسكت. هو انا ما عنديش الموضوع ده، بس انا بشوف ناس كتير عامله الموضوع ده، وان شاء الله انا هعمله برضو، لان فعلا لازم يكون في كل اوضه باسكت، حتى لو ابو 2 جنيه يعني. تمام. خلصنا اوضه ونضفناها، نقفل بقى الباب، نخش بقى على اوضه الولاد، ودي اهم حاجه واهم حاجه واهم حاجه. رتبي برضو السراير، لمي اللعب، لمي الكراكيب، لمي الهدوم، ولمي الكراكيب بتاعتهم في الباسكت. هتلاقي في الباسكت، وهتلاقي في الارض، وهتلاقي على السراير. حاولي كده تعوديهم، يعني حتى لو كبار او هم يا صغيرين، عوديهم ان هم يلموا لعبهم، يلموا اللعب بتاعتكم. خليها يلموها في كيسة، يلموها في الباسكت بتاعها. حتى لو كبار، يعني هم حتى كمان لو صغيرين هتعوديهم، هيطلعوا يكبروا هيبقوا فيهم الموضوع دوت. فعودي كمان ولادك ان هم يلموا. على فكرة انا بخلي ولادي يلموا بعد ما يلعبوا. انت طلعت لي كيس اللعب،
زي ما هي تلمها، بخليها يلموها وبعد كده انا اروق لهم بقى الاوضه. تمام. الهدوم بقى اللي مش نضيفه حطيها في الغساله، والنضيف حطيه في الدولاب. لمعي برضو كل الخشب اللي في الاوضه، اكنسي الارض، امسحي بقى الحته اللي ظاهره من السيراميك، يعني مكان السجاد كده شيلي السجادتين كده او 3 اللي هم الصغيرين، وابتدي امسحي مكانهم وارجعي فيشيهم تاني. غيري برضو الباسكت، افتحي الاوضه وهويها، افتحي الشبابيك وهوي الدنيا. تمام. وبعد كده اقفلي برضو الباب. قبل ما تعملي ده كله، قبل ما تقفلي الباب عطري الأوضة. كده برضو ايه، خلصنا من ايه، من أوضة النوم وخلصنا من أوضة الأطفال. تعالوا بقى نخش على أوضة الأنتريه، واللي هي الايه، الأنتريه والصالون حسب ما ايه عندكم بقى. تمام. إيه المهم، الأنتريه والصالون يعني كلهم زي بعض عادي يعني، أو أوضة المعيشة، أو أوضة المسافرين. زمان كنا بنقول عليها أوضة المسافرين على فكرة. فهي ليها كذا اسم. هي بقى زي عندي بقى، اي حسب مجهودك انت بقى. رتبي الكراسي، نظفيها، امسحي الخشب، لمي برضو الكراكيب، نظم المكتب او مكتب الكمبيوتر، اكنسي الارض وامسحي برضو الحتت اللي باينه. عايزه لو تشيلي السجاده شيليها ونضفي وامسحي. إيه لو انت فرشه حافظه وعايزه تشيليها تمسحي مكانها وتحطيها تاني، بتبقى سهله جدا، الحفظه حلوه في كده. وعطري في الاخر، وغيري الكيس برضو بتاع الباسكت. ولو عندك اوضه بقى للباب اقفليه. وما تنسيش برضو في الاخر وفي الاول بقى ايه تعطري. انا قلت لك بقى ايه عطري صح، انا قلت في الاول ماشي المهم. رابعا بقى، واللي هو اهم من ده كله والاساس في الموضوع ده كله، اللي هو المطبخ، اللي هو الاساس. المطبخ روقي. تمام، روقي كده المطبخ، لمعي الرخام، لمي المواعين في الحوض، اغسلي الرخامة، اغسلي البوتاجاز، اكنسي الارض. تمام. اقفي واغسلي المواعين وخلصيها. زي ما قلتلك خلي لكل حاجة ربع ساعة، بس المطبخ ممكن ياخد منك نص ساعة يعني. حسب اللي انتي سايباه في المطبخ. تمام. اغسلي المواعين وامسحي الارض مسحه برضو، عشان لو في حاجه وقعت منك ميه صابون وانتي بتغسلي، تكون الارض مكنوسه وما يلزقش فيها كمان التراب. فاهماني؟ امسحي الاشاني، امسحي كده، جيبي فوطه مبلوله وابتدي امسحي الاشاني اللي هو السيراميك اللي في الجناب الحيطان. إيه عشان برضو ايه، لو في حته في دهون كده حته كده تلاقيه تطلع معاكي على طول، لكن انت لو سبتيها وراكمتي على نفسك هتتعبي في التنظيف. لو انت ايه بتعملي تنظيف اللي هو ايه الروتين القوي بتاعنا بيبقى للمطبخ يعني. تمام. لمي طبعا كيس الزباله وفي كيس تاني، ونضفي بقى الباسكت بتاع الزباله. واوعي تسيبيه من غير غسيل، يعني انت لو لقيتيه فيه ريحه مش كويسه اغسليه على طول. مش تحطي الكيسة وهو فيه ريحة، لا اوعي. الكيسة يعني الريحة بتاعته هتتراكم مع الريحة الجديدة مع الريحة القديمة، هتخلي ريحة مطبخك وحشة جدا. طب انا ليه؟ لا، انا اشيل منه كيسة الزبالة واغسله غسلة حلوة واعطره واحط فيه كيستين، كيسة من تحت وكيسة من فوق، بحيث ان الكيسة برضو اللي من تحت تبقى ايه محافظة على الكيسة اللي فوق. لو في اي حاجة هتنزل من الكيسة بتاعت الزبالة هتنزل على الكيس التاني. وبرضه لما تيجي تشيلي الكيستين مع بعض، هتبقى برضه ايه راحة ليكي برضه، خلي بالك. تمام. نخش بقى ايه وما تنسيش برضه ايه تعطري في الاخر وتفرشي الارض. تمام زي الفل. تعالوا بقى نخش بقى على ايه، على الحمام، وده برضه ايه حاجة اساسية معانا، هو الحمام والمطبخ. نضفي ولمعي المرايات. تمام، حلو كده. نضفي الحوض، اغسليه لو هو عايز يتغسل. امسحي الاشاني برضو. اغسلي البانيو لو عندك بانيو، انا ما عنديش، فانتي عندك بانيو اغسليه. اغسلي التويليت. اغسلي الخلاطات كلها لان بيبقى فيها كده حاجات بيضة مش عارفة اسمها ايه. انا بغسله على طول بسبب الحاجات ديت. ادعكي الارض بالفرشة. امسحي بقى وجري على المية على البلاعة ونشفي الارض. وكده خلاص خلصتي خالص. اخر حاجة، خدي شاور بالمرة بعد ما انتي لفيتي اللفة دي كلها. اكيد عرقتي كده يعني. فخدي لك شاور واطلعي بقى ايه وادعيلي بقى. ادعيلي بقى دعوة حلوة. هتطلعي بقى كفاية طلعتك بس على الشقة كده لما تلاقي الدنيا كلها زي الفل، هتقعدي مرتاحة. ويا سلام يا سلام بقى مع كوباية قهوة
او كوبايه نسكافيه على فيلم عربي قديم. يا سيدي يا سيدي، او الناس اللي بتحب الافلام الهندي، الناس اللي بتحب الافلام الاكشن، براحتكم. المهم ولعي كده الفيلم اللي انت بتحبيه، ومع كوبايه القهوه كوبايه النسكافيه حسب ما بتشربي، واقعدي بقى كده في هدوء وراحه بال. تمام. وهتدعي لي دعوه حلوه من القلب، ادعي لي بقى دعوه حلوه. البيت كده هياخد معاكي حوالي ساعه لساعه ونص بالكتير. تمام. ادوات التنظيف اللي بستعملها او اللي عايزاني اقولك عليها تستعمليها: الديتول، الكلوروكس الالوان، كيس كومفورت. حطي منه مقدار كده، يعني حطي منه مقدار في البخاخة، مقدار واحد، وزودي الباقي مية، وحطي كمان شوية خل. تمام. ورشي بقى على الفرش، رشي على العفش. دي كمان لو انت ما عندكيش معطر اعملي الموضوع ده. كيس كومفورت ابو 2 جنيه. تمام. وحطيه، وحطي ميه، وحطي شويه خل، شويه خل بيثبتوا الريحه اكتر، وابداي رشي عطري شقتك كلها. يا سلام يا سلام. على فكره انا بعمل كده، انا ما بجيبش معطر خالص من بره. بس انا بقى ايه، لو ما عنديش الكومفورت بحط فريده. عندي المنظف والمعطر بتاع فريده، بحط منه شويه، بحط عليه ميه، بحط عليه شويه خل، وببتدي اعطر الشقه كلها. ريحته بتبقى ملهاش حل، ريحته بتجنن والله زي ما بقول لكم. تعالى اقول لك بقى كمان بنضف الخشب بايه: فوطه مطبخ 2 جنيه ونص، دي عارفينها، اللي هي بتبقى من الظهر لون ومن الوش لون. وللخشب تمام بتاع الشقة جرايد للزجاج اللي هو الازاز. جرايد بقى امسكي الازاز كده وبجرايد، وابدأي ادعكي الازاز او ادعكي المرايات. يا سلام، بيخلي المرايات تلمع تلمع. طب ما عنديش جرايد، حتة سلكة، حتة سلكة ناشفة زي ما هي، وابدأي ادعكي بيها المراية، هتخليلك المراية بتلمع كأنك لسه جايباها جديد. وعلى فكرة انا عاملاها كذا مرة، مش يعني مش بقوله خلاص، صدقوني بجد. تمام. احلى معطر بقى زي ما قلت لكم اللي هو فريدة، انا بحب استعمله قوي اللي هو، بس مش بجيب المعطر بتاعها، انا بجيب المعطر والمنظف، المعطر والمنظف. وبصراحة جميل جميل جميل، ووريته لكم في كذا فيديو. لو عايزين برضو ابقى اصوره واوريه لكم، هبقى اوريه لكم تاني لو ناس جديدة داخلة القناة عندي. جردل بقى المسح اللي بمسح بيه، بحط فيه ايه، بتحطي بقى ايه جردل المسح اللي هو بتاع الشرشوبة، بحط فيه بغسله الاول بكرول. بحب اغسل الشرشوبة بكرول عشان تبقى بيضة كده وحلوة، ما تبقاش غامقة، لان انتي بعد كل مسحة للشقة بتغمق، فانتي ممكن تشطفيها وتسيبيها. لا، اغسليها كده وحطيها في شوية كرول، هتروح بيضة قشطة معاكي، ترجع كأنك لسه جايباها جديدة. وعلقيها في الخلاط بقى، في المحبس، في اي حتة. انا عندي علاقة احطها في الحمام ورا الباب، بعلقها عليها، بتتصفى بقى وبتنشف مع نفسها وبتبقى زي الفل. تمام. تمام. المية زي ما قلت لكم بتاعة التسييق او اللي انا بمسح بيها، بحط مية سخنة، وبحط ملح، ملح بقى، ويا سلام لو ملح خشن كمان، وشوية معطر. يا سلام يا سلام بصراحة. او حبة كده كلوروكس الالوان. يو 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 افضل اقول يو يو للصبح. يعني ده بالنسبة للحاجات البسيطة، ان للناس البسيطة. لكن في ناس بقى بتحب تجيب منظفات الارضيات، وفي حاجات معينة للحاجات ديت. بس انا بقى ايه، بكلمك على الحاجات البسيطة واللي انا بعمله عامة في بيتي، وانتوا بتشوفوني، يعني انتوا متابعيني وبشارككم معايا كل حاجة، فبتشوفوا كل حاجة بعملها وبستخدم ايه وبعمل ايه وبسوي ايه. فبصراحة بحب افيدكم باي حاجة انا بعملها، وبحب افيدكم باي معلومة. يا رب النهاردة الفيديو يكون استفدتوا منه في الموضوع اللي هو الفكرة بتاعت النهاردة: ازاي تنظفي بيتك، تاخدي في كل أوضة ربع ساعة. لو استفدتوا قولولي. ماشي. خلصنا بقى الدنيا كلها، وخلصنا الغسيل ونشرنا وعملنا وظبطنا الدنيا. دخلت على المطبخ، صبنت شوية مواعين كانوا موجودين كده، وجوزي وهو جاي راح قلت له هاتلي فاكهة وانت جاي، فجاب لي شوية عنب وجاب لي شوية جوافة. وطبعا انا عشان عندي الولاد على طول
ايديهم في التلاجة. افتح اقفل التلاجة. انا عايزه اقول لكم التلاجة هتبوظ عني من كتر ما كل شويه يا ابني حبيبي اقفل التلاجة، يا ابني حبيبي اقفل التلاجة. ما حدش بيسمع الكلام. ليه؟ بسبب برضو ان انا ايه، بحط الحاجة في التلاجة، فاذا كانت الحاجة مغسولة او مش مغسولة تلاقوني حطيتها في التلاجة، يبدأوا يفتحوا التلاجة ويطلعوا الفاكهة، ويا يغسلوا بقى يا ما يغسلوش هما بقى وظروفهم وياكلوها. فبالنسبة لمبدأ التلاجة فانا خلاص يعني، بس الحاجة لازم تتحط في التلاجة. احنا دخلنا على شتاء، لازم تحط في التلاجة عشان نحافظ عليها. يعني حاجة زي الجوافة دي ما ينفعش تقعد بره، بتسود وبتبوظ، ما ينفعش، فلازم تخش التلاجة. فانا بقى عشان هحطها في التلاجة بقيت بعمل حاجة دلوقتي، ان انا بغسل كل الفاكهة اللي بجيبها وبشيلها نضيفة، بحيث ان الولاد لما يطلعوا منها تبقى نضيفة وزي الفل، ياكلوا بقى منها على طول ويبقى بياكلوا مطمنة. انا عندي ماسيو يطلع بيبقى فيه جوافة، يبقى فيه اي نوع فاكهة في التلاجة، الاقيه يطلع من الكيس وياكل من غير ما يغسل. يعني يا ابني اغسلها يا ابني اغسلها، يقول لي حاضر، بس يبقى بعد ما ايه، بعد ما اكل منها. هو مش عارف يعني، مش واخد باله من حاجة زي كده. فانا بقى ايه، عشان اتغاضى الموضوع ده، مش ناقصين بقى امراض وقرف، فانا بعمل ايه، بتغاضى الموضوع ده وبغسل الفاكهة وبخليها زي الفل وادخلها التلاجة نظيفة. يسحبوا بقى ما يسحبوش ابقى مطمنة. تحت بتعب كده شوية، بس بعد كده بقى ايه ببقى مطمنة. غير بقى لما كل شوية يطلع واحدة تكون مش مغسولة، ياكل واحدة تطلع مش حلوة بعيد عنك، يبقى فيها دودة ولا حاجة، ما انتي متوقعة اي حاجة، فمش ناقصين. ولادنا هم اساسا دلوقتي مفيش مناعة والدنيا بايظة معاهم، فالعملية بايظة اساسا مش مستاهلة يعني. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نحافظ عليهم. ربنا يحافظ على اولادنا يا رب، ويبعد عنهم اي حاجة وحشة واي امراض يا رب. بصوا زي ما شفتوا كده، انا بمسك بقى الفاكهة الاول، بلينها شوية في شوية مية وخل، بسيبها كده شوية في شوية مية وخل. وبالذات العنب، العنب بالذات اي نوع عنب تجيبيه لينيه في شوية مية وخل الاول. ليه يا هند؟ لان بيبقى فيه كمية تراب وميكروب وبكتيريا. بصي كل حاجة بتلاقيها في الخل. بصوا المية اللي انا بنزلها من الطبق اهي، انا لينته شوية بس ولسه ما غسلتوش. عايزة اقول لكم ان انا اي عنب بجيبه لازم وانا بغسله افرطه. يعني ايه تفرطيه يا هند؟ يعني بطلعه من العشب بتاعه دوت، اسمه ايه والله ما عارفة، البتاع بتاعه ده اللي هو بيبقى متعلق فيه، هو ده انا تلاقوني بطلعه منه عشان اعرف انضفها واغسلها كويس. بشيله خالص، بطلع منه اي حاجة ملوش لازمة، كده كده ملوش لازمة. فانا تلاقوني ايه بحب افرطه كله مره واحده كده. بصوا تلاقوني شلته منه كله، اتاكد تماما ان مفيهوش اي حاجه، لان كمان لما الولاد ياكلوا ما يضايقهمش في بقهم برضو، يقعدوا يسحبوا ويعملوا، برضو بتبقى ايه احسن برضو. بصوا بقعد بقى ادعكه كده بايدي. على فكره بغسله تاني، يعني انا غسلته قدامكم اهو مره واحده، انا بغسله تاني وبصفيه وبغسله تاني. بالذات العنب بيبقى فيه كميه تراب، وعلى قد ما تقدري لينيه، لان اي طينه اي تراب بيبقى لازق على الفاكهه، مع التليين بتلين الطينه بتلين، فتيجي تغسليه تنزل. لكن لما بتغسليها كده تحطيها تحت الحنفيه وتطلعي ايدك، خلاص خلصت، الطينه قاعده فيه زي ما هو ومش هتشوفيها. بالذات في العنب، فلا العنب بالذات يعني، بالذات الفاكهه حاولي على قد ما تقدري تغسليها كويس، هي والخضار مش الفاكهه بس، والخضار كمان. اي حاجه تجيبيها لينيها شويه في ميه، ما تسيبهاش كده. مش بتاخدوا بالكم في فيديوهات بتوع الصين بيجيبوا الحاجة بتلاقيهم حطوها في طبق وملوها مية وحطوا معاها جهاز كده، مش عارفة الجهاز ده بيعمل ايه بصراحة. يعني على طول بشوف الفيديوهات، مش عارفة الجهاز ده بيعمل ايه وظيفته، لو حد يعرف يقولي. وبعد كده تلاقوها بيغسلوها ويصفوها وياكلوها او يحطوها في التلاجة. فانا يعني لازم اي حاجة تجيبيها فاكهة خضار اي حاجة تغسليها تلينيها وبعد كده تغسليها. اتعودي على كده اي حاجة، بالذات كمان من الايام ديت. يعني الفاكهة حاجة مش نضيفة وحلوة، لا. ارجوكم يا جماعة الله يخليكم لينوا الفاكهة او الخضار قبل ما تاكلوه، وقبل ما تغسلوه، وبعد كده اغسلوه كلوه، تاكلوا الحاجة على نظافة احسن، تبقي واكلة كده ومطمنة. يا رب ما اكونش صدعتكم، استنوني في فيديو جديد وتصبحوا على الف خير.